إياد العسقلاني في آخر مشاركة مع فريقه قدم أداء مميز جدا. إياد القطعة الناقصة في دفاع الأهلي حاليا، تعال أقول لك ليه من خلال لمساته في الماتش ده. ودي أول لعبة معانا وبري أسيست بشكل عالمي وبالمسطرة باص أرضي طولي ضرب بيه 3 لاعبين واتلعب منه عرضية أسفرت عن هدف لفريقه. وتاني لعبة معانا وتدخل بقوة واستخدم جسمه بشكل مثالي عشان ينقذ فريقه من هجمة خطيرة. وهنا عايز ألفت نظرك لحاجة معينة، إنه بيلعب في دوري بيمتاز أصلا بالقوة والالتحامات، فإن هو يتفوق في ده بيظهر مدى صلابته وقوته. تالت لعبة وجامب عالمي، ودي ميزة في إياد إنه بيعوض عامل الطول بجامب قوي مرتفع بيقدر يتفوق بيه على مهاجمين كتير جدا. ورابع لعبة معانا والأخيرة، ودي لأنه بيلعب في مركز الباك الشمال مع فريقه، وهي عرضية بشكل مميز ولكن لم يستطيع المهاجم ترجمتها لهدف، ولكن ناخد منها إن الراجل ده كورته حلوة قوي وبيقدر يلعب برجليه الشمال بشكل مميز، وعشان كده بنقول عليه ان هو البديل الافضل لعبد المنعم في الاهلي. ووجهة نظري لازم يرجع مصر في اقرب وقت وينضم للنادي الاهلي. والغريب في الامر انه ما بينضمش لمنتخب مصر خالص، وكابتن حسام حسن مش شايفه تقريبا، معرفش ازاي مدافع زي ده متساب.